يا صباح السعادة وصباح الهنا وصباح الجمال على كل اخواتي وكل حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبخير. عيد اضحى مبارك على الجميع، كل سنة وانتم طيبين ومن اللحمة كده مقلبزين. كام يوم كده لحمة، طبعا انتوا زهقتوا من اللحمة بقى في الكام يوم بتوع العيد دول. انا بقى النهاردة هعمل معاكم كده فطار ونبتدي بقى اليوم بتاع عيد ميلاد بنتي زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات. عيد ميلاد بنتي ان شاء الله يوم 19، فانا حاولت كده اخد لكم شويه مقتطفات من اليوم. بس يلا قبل ما نبتدي الفيديو نصلي على حبيبنا وشفيعنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت الفطار اللي انتوا شايفينه كده، سندوتشات في عيش بلدي، وقطعت بطيخ وشاي بلبن، وكمان عملت كان عندي وافل قبلها بيوم يا بنات، حطيت عليه كده شوكولاتة وحطيت عليه موز. بصوا فطار ملوش علاقة ببعضه، بس صدقوني انا اليوم ده صاحية، انا مش عايزة اعمل اي حاجة، مش عارفة، حاسة بملل. ففطرت الولاد وحتى جوزي فطر وكله، وانا مرضتش افطر، مش عارفة ليه ما فطرتش بدري، يعني انا فطرت متأخر جدا. فابتديت اليوم بتاعي كده مش عارفة في ايه، يعني نظفت الشقة الاول قبل حتى ما اعمل فطار ليا، وقبل ما انشر الغسيل والكلام ده. يمكن انا فطرت بعد الظهر، كمان فطرت متأخر جدا. فحبيت اعمل نفسي فطار يخليني اخرج من المود اللي انا فيه، فعملت الفطار اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده استعنت بالله وقمت بقى ايه، كان عندي شوية غسيل. ده مش روتين صباحي يا بنات، ده يعتبر كان متأخر، لاني انا الروتين الصباحي ملحقتش ان انا اصوره. اللي هو تنظيف الشقة، يعني كنت بنظف الغرف وبنظف الصالة والحاجات يعني اللي كانت محتاجة تتنظف الأول، أنا بدأت بالتنظيف يعني. وبعد ما نضفت عملت الفطار ليا، وبعد كده زي ما انتم شفتم كان عندي غسيل، غسلته ونشرته وغيرت بقى الملايات وكده، لان الملايات طبعا من يوم الوقفة انا فرشتها، فكفاية بقى مش هقعد اكتر من كده. وكان جوزي جايب لي شوية حاجات كده من السوبر ماركت قبل ما يمشي، يعني هحتاجها، في حاجات هستخدمها عشان زي ما قلت لكم هعمل تحضيرات بسيطة خالص في البيت لعيد ميلادها. في حاجات صورتها الصراحة وفي حاجات ملحقتش اصورها، بس حبيت ان انا ايه اشارككم اليوم بالمقتطفات البسيطة. يعني هتاخدوا افكار بسيطة او كده، لو انتوا ايه مش حابين ان انتوا تعملوا تجيبوا حاجة من بره، وعايزين تعملوا تحتفلوا يعني مثلا بعيد ميلاد، تحتفلوا باي مناسبة في البيت، او حتى سهرة بالليل وانتوا قاعدين. فقلت بقى ايه الحاجات دي، عشان بقى مفيش يعني كان جايب بيض وحاجات زي كده، فانا خفت ان هي الولاد يوقعوها او تتبهدل. فقلت ارص كل حاجة مكانها الاول، وبعد كده ابتدي بقى احضر الحاجات اللي انا هحضرها. فقلت بقى طبعا ايه، ما كانش عندي بيض اخر مرة زي ما انتوا شفتوا كده يا بنات، لما كنا غسلنا التلاجة ما كانش عندي حاجة خالص تقريبا. فانا بحب اجيب الحاجات اللي على قد، مش بحب اجيب املى كتير والدنيا تبقى متبهدلة وزحمة عندي، فبحب ان انا اجيب الحاجات على قد استخدامي. فجبت جبنا البيض، وكمان جبت فاكهة، جاب لنا فاكهة. وجاب ايه تاني، والبطاطس اللي هي الفارم دي يا بنات، اللي هي لاني طبعا الناس كانت قافله اللي هي بتاعه الخضار، فما كانش عندي بطاطس خالص. وسمبوسه كمان عشان قلت بقى اعمل سمبوسه وبطاطس مقليه. وجبت دقيق عشان كنت عايزه اعمل دوناتس للولاد. الخله دي انا بحتاجها في البيت، يعني بعمل بيها شيش طاووق او حاجات زي كده. وجبنه، بصوا انا ما بجيبش الجبن المعلبه دي، بس هي دي اللي كانت قدامي ان انا اجيبها عشان كنت عايزه احشي بيها السمبوسه، يعني عايزه اعمل حاجات خفيفه كده يا بنات، للاطفال الصغيرين فاهميني، مش عايزه حاجات كتير تبقى فيها سكريات، عايزه يبقى حاجات حادقه وحاجات فيها سكر فاهميني. وكمان كان جاب لي عنب، فقلت بقى ايه الفاكهه، الحاجات اللي فيها فاكهه هغسلها الاول واشيلها في التلاجة، وبعد كده بقى احضر معاكم بقى بقيه الحاجه. غسلت العنب كويس بقى مره واتنين، يا بنات العنب لازم فعلا يتنقع بميه كتير، انا ما بحبش احط عليه خل وكلام من ده، لا انا بغسله كويس تحت الميه العاديه، وسبته يعني ان هو يتصفى كويس. وهبتدي بقى ان انا اشيله في التلاجة. وبرده كان جايب بطيخة، انا اخدنا منها حتة الصبح، يعني قطعت منها حتة صغيرة، والباقي برضو قلت عشان بصوا انا لما بشيل البطيخ في التلاجة يا بنات بيعمل زي الطبقة اللي على الوش دي، بحس ان هي بتجلد او بتعمل حاجة كده، مش عارفة هي، مش عارفة انتوا بتعمل معاكم كده ولا لا. فانا بحب اعمل ايه بقى، جبت اناناس، جبت بطيخ، جبت اي فاكهة من اللي هي بتتقطع،
مش باحب اشيل البطيخة على بعضها او الفاكهة على بعضها كده، لأ أنا باحب إن أنا أقطّع مثلًا على قد اليوم، أو أقطّع مثلًا جزء منها واشيل نُصّها. يمكن وأنا بانضّف التلاجة وريتكم كنت عاملة الأناناس إزاي، فالبطيخ نفس الكلام. ليه بقى؟ لإن مثلًا أنا ممكن كل شوية حد يقول لي اقطعي لنا بطيخ، اقطعي لنا، فأنا مش عايزة ملل، فبابقى باقطّع بقى واجهّز الحاجة اللي هي مثلًا هنستخدمها على مدار اليوم، واغلّف بقية البطيخة أو الأناناسة مثلًا، واقوم شايلاها برضه في التلاجة. وزي ما قُلت لكم باحب إن أنا الفاكهة أعملها بالشكل ده، باحب الفاكهة إن أنا أقطّعها واجهّزها، سواء عنب وخوخ أي فاكهة عندي أغسلها كويس واغلّفها واقوم شايلاها في التلاجة. حتى لو حد من الولاد عايز، باقوم مطلّعة الطبق اللي أنا مغلّفاه دوّة، أطلّع له منها كام قطعة وارجّعه تاني مكانه. ورقم 1 بتكون سِقعت كده وبتبقى حلوة، ورقم 2 باوفّر طبعًا على نفسي مجهود إن أنا كل شوية أقطّع لواحد حتّة من البطيخة. ورقم 3 بقى إن إحنا ما نكسّلش، يعني أنا ساعات كانت البطيخة تفضل عندي في التلاجة فتبوظ. مكسلين نقطّعها. فلأ دي كده بتسهّل عليَّ الأمور كده، إن أنا أطلّع على قد اللي عايز في طبق صغير، وأرجّع الباقي مكانه. فأنا حبيت بقى إن أنا أغسل الفاكهة كده وأغلّفها وأشيلها زي ما أنتم شايفين. عشان كده باقول لكم ما باحبش أحط بواقي أكل ولا أحط حاجات ما لهاش لازمة في التلاجة، لإن أنا باحب أحط مثلًا فاكهة، حلويات، الحاجة تبقى في المنظمات كده شكلها حلو. فبتفرق بجد يا بنات إن أنتِ تشيلي حاجة بشكل كويس في التلاجة، بجد بتفرق معاكِ جدًا. والموز كمان برضه شيلته كده، طبعًا ما بيتحطش في التلاجة، حطيته على السفرة، وبدأت بقى إن أنا أحضّر معاكم الحاجات اللي هاعملها. بُصّوا حاجات بسيطة جدًا، يعني عايزة أقول لكم إني أنا ما كنتش قادرة أعمل حاجة والله يا بنات، بس أنا قُلت عشان عايزة أفرّحها. وبعدين يعني كانت هي وولاد إخواتي الصغيّرين، يعني ما كنتش عازمة حد أساسًا، فيوم كان بسيط كده، فقُلت إن هي تفرح فيه. ف يعني عملت حاجات بسيطة، يعني عملت سمبوسة بالجبنة، الجبنة اللي أنا وريتها لكم ديّة، وحطيت عليها شوية زيتون، اللي هو الزيتون المخلي يا بنات. و وبنت أختي بقى هنا كانت بتساعدني، عمّالة بقى تفُك السمبوسة، وعمّالة تقول لي: "أنا باعرف يا خالته إن أنا ألفّها، خلّيني ألفّها." واقفين عمّالين نتناقش أنا وهي. وعملت بطاطس مقلية، وعملت دوناتس. بس يا بنات عملت الدوناتس الميني دوّة، و ويعني وجوزي كان جايب تورتاية، فما كتّرتش يعني ما عملتش حاجات كتير. بس حبيت إن أنا زي ما قُلت لكم الولاد يعني ما ياكلوش حاجات سُكّريات كتير. لو كانت الناس فاتحة أنا كنت عملت ورق عنب وعملت حاجات تاني، بس فعلًا الناس كانت قافلة، ما فيش إلا السوبر ماركت بس اللي كان فاتح. فحاولت إن أنا أفرّحها بقى بأي حاجة بسيطة وخلاص، يعني المهم إن هُم الحمد لله فرحوا واتبسطوا جدًا، وده اللي كان فارق معايا. وعايزة أقول لكم نُص الحاجة اتاكلت أساسًا وأنا باجهّزها، يعني أنا لمّا كنت باطلّع بطاطس واطلّع سمبوسة أو اطلّع دوناتس، الحاجات اللي أنا عملتها في البيت، الولاد طول ما هُم واقفين عمّالين يحوّلوا في الحاجة. عقبال ما جه بقى وقت الاحتفال كان تقريبًا نُص الحاجة ما شاء الله بالهنا والشفا خلّصوها. وكنت عاملة لهم بقى وافل قبلها بيوم، فبرضه الوافل يعني كان خلص، بس كان في قطعة واحدة بس يعني كده اللي أنا فطرت بيها الصبح. حاولوا يا ولاد تفرحوا ولادكم كده، يعني بأقل حاجة، يعني مش لازم تكلفة كبيرة. حتى لو ما قدرتيش تجيبي تورتاية، ما قدرتيش تجيبي حاجة وفي عيد ميلاد طفل عندك أو حاجة، اعملوا حتى صينية كيكة، اعملي شوية فشار وشوية ترمس وحاجات زي كده. يعني عايزة أقول لكم إن إحنا فاجئناها، يعني أنا عملت الحاجات دي وهي اتفاجئت وكانت فرحانة جدًا، وعمالة تقول لي: "يعني أنتِ يا ماما عمالة تحضّري لعيد ميلادي وأنا ما أعرفش؟" فهي كانت تحضيرات بسيطة والله يا بنات، بس الحمد لله أهم حاجة إن هي فرحت. حبيت أعمل لكم فيديو صغير كده بس عشان خاطر يعني أشارككم اليوم. بصوا بقى الدوناتس الميني اللي أنا عملته الصغنن دوت، عملته بالشوكولاتة كده، وحطيت عليه اللي هي الحلويات الألوان، وحطيت البطاطس والسمبوسة، وما كانش عندي ناس كتير، ده هم كلهم كانوا أطفال صغننين يعني. وآدي التورتاية هي تمت 8 سنين، يا رب عقبال العمر كله، وربنا يحفظها ويحفظ اخواتها يا رب العالمين. يا رب يكون الفيديو عجبكم كده واتبسطتوا بيه، فيديو صغير بسيط لذيذ كده. ان شاء الله بقى الفيديو اللي جاي انا يعني هعمله لكم روتين، انا ما رضيتش الفيديو ده احط فيه روتينات وتنظيفات والكلام ده، انا هوريكم بس تجهيزات بسيطه كده لعيد ميلادها وخلاص كده. ان شاء الله الفيديو اللي جاي بقى يبقى شويه روتينات بقى وتشجيع ونشاط، وتكونوا طبعا عيدتوا وارتحتوا بقى من التنظيفات اللي هي قبل العيد. واشوفكم في فيديو جديد على خير، دمتم في امان الله.